سلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا اليوم عم بلش المقدمه من ميناء الامينونو. طبعا اليوم بدنا نروح رحله وهي على منطقه قاديكوي بالجهه الاسيويه من اسطنبول. طبعا قاديكوي بتشتهر بمنطقتها السياحيه والخلابه. فقبل ما نروح على منطقه قاديكوي، اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وحطوا لنا لايك على الفيديو، ويلا نروح يلا. طبعا هلا احنا بدنا نجي على المرفأ حتى نروح. طبعا هي المحطات، هون قاديكوي، هون اسكوادور. فهلا احنا ناطرين القارب حتى يجي منشان بدي ينقلنا على الجهة الآسيوية. طبعا هي القارب هلا جاي. طبعا هون في قوارب مثلا هذا للاسكوادور وهذا لقاديكوي والثاني لاسكيلسي. طبعا هلا هي الرحله بتطول يعني شغلات اقل من ساعه. طبعا هلا هي الرحله يعني بدها تستغرق يعني اقل من ساعه، يعني ما بين ال 40 دقيقه وال 50 دقيقه. طبعا هي شويه بعيده وهي على حسب سرعه المركب. خلوكم معنا. هلا رايحين والمركب بلش يمشي. اوكي يا جماعه، هلا يعني وصلنا مثل ما شايفين. فهالمره انه على حسن حظنا ما ضل يعني شغله نص ساعه او شيء 25 دقيقه، يعني كان سريع هالمره من حسن حظنا. وتعد منطقة قاديكوي أحد أحياء اسطنبول، تقع على الشاطئ الشمالي من بحر مرمرة في مواجهة المركز القديم التاريخي للمدينة على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور. والمنطقة أيضا تجارية مع وجود واضح لدور السينما والحانات والمكتبات. وتعد هذه المنطقة مركزا ثقافيا في الجانب الأناضولي الشرقي من اسطنبول. فمثل ما لاحظتوا الشوارع كتير ضيقة وصغيرة وقديمة. طبعا حتى هنا كتير في حارات كمان هيك انه اثرية. وتعتبر هذه المدينة كحي راق أيضا في الجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول. تاريخيا تعتبر هذه المدينة مهمة جدا لتاريخ المسيحية، حيث انعقد فيها في سنة 451 ميلادي مجمع خلقدونية الذي ساهم في انشقاق الكنيسة وابتعاد الكنائس الشرقية عن الكنيسة الرومانية. وقد غير العثمانيون اسم المدينة لتصبح قاديكوي لأنها كانت القرية التي يقيم فيها القاضي في القسطنطينية. وكلمة كوي في التركية تعني قرية. عن جد هون هلا باسطنبول الآسيوية بتحس يعني شوي هادية، ما فيها انه هالسير كتير وهالعجقة الكتيرة. ثانيا المحلات غير، الطرق غير، الشوارع غير، الناس لحتى غير. عن جد اسطنبول الآسيوية غير اسطنبول الأوروبية. هلا أنا صراحة يعني شفتها منطقة يعني عادية، يعني هي يعني إنه لا الحلوة ولا إنه ما حلوة، يعني منطقة عادية و يعني بنفس الوقت هادية.
بس ما فيها شيء انه شيء هيك ملفت للنظر، وكله يعني شوارع ضيقه. شوفوا. وتعد منطقة كاديكوي واحدة من أجمل مناطق السياحة في اسطنبول لكثرة المساحات الخضراء الموجودة في حدائقها، وهي تمتلك أيضا أماكن خاصة بالمشي والتنزه، ومن خلال تواجد ساحل في غاية الجمال على بحر مرمرة. ومن الناحية التاريخية تعاقبت هذه المنطقة على مختلف الحضارات العريقة والأديان السماوية المختلفة، بدءا من الحضارات البيزنطية والرومية ومرورا بالحضارة السلجوقية إلى الحضارة العثمانية. نتيجة لذلك تتواجد في هذه المنطقة الكنائس والمعابد اليهودية والكثير من الآثار التاريخية والجوامع. عن جد اللي راسمه فنان فنان، ما كيف ما كان. شوفوا حتى هون كمان رسموا شغلات عجيبة غريبة. طبعا هلا رحنا على منطقة تانية من كاديكوي، بس شوي يعني هون يعني بتلاقي يعني في ناس، في حركة. طبعا هاي القهوة بتقدم قهوة على الفحم. طبعا لاحظنا كمان هاي الرسمة على الجدران. طبعا هاي الرسمة عبارة عن أرقام وتواريخ، إذا ما كانت تقربوا عليها فيها أرقام هي. فهي الرسمة يعني مرسومة من أرقام، يعني طلع معهم شخصية بارزة، فما بعرف أنا مين هاي الشخصية، بس هي عبارة عن أرقام. طبعا مجموعة خطط شاردة مثل هذه. كيفك ولا كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟ هذول مشكلتهم يعني ما بيهربوا. طبعا اسطنبول خاص ناس ما بيهربوا. إلين كيفك؟ كيفك ولا؟ ما بدك. انت حرام زعلانة. الله معك. طبعا هلا هون كورنيش كاديكوي مثل ما شايفين. هلا كنا ماشيين فوصلنا على شاطئ الصخري لكاديكوي. فهون عن جد يعني منظر حلو كمان. شوفوا. العمى اذا بحس الكلاب مثل الضراير. حنتر ما بقى بيعرف. حنتر الكلاب مثل الضراير، يعني هي انه معلومة لكم. بس تشوف انتو كلب صغير ويشوف هذا كلب كبير بصير هذا بدي جعر على لا ما والله العظيم نهفة. وطبعا لهون وصلنا لختام هذا الفيديو. طبعا مثل ما شفتوا يعني منطقة عادية واكثر من عادية، يعني هي ما فيها انه هالمناطق المشهورة كتير او
شيء مميز فيها. فالآن وصلنا لختام هذا الفيديو، وحطونا لايك على الفيديو واشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وإن شاء الله بوعدكم يكون الفيديو الجاي أو المرة الجاية يكون بمنطقة مشهورة أو بمحل حلو. وهلا بودعكم بفيديو جديد. السلام علينا وعليكم.